السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة سهلة جدا وسريعة، بديل الاندومي او المكرونة الاسباجيتي طبعا اللي احنا عارفينها. احنا هنحطها نية زي ما انتم شايفين كده، وعندنا مكوناتنا عبارة عن طماطم وبصل وممكن شرايح كوسة زي ما انتم حابين. هنبدأ نقيد النار واطية زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وهنبدأ نحط كل مكوناتنا على المكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين كده. تمام كده حبايبي، بصل طماطم كوسة، اسهل حاجة مفيش. ونبدأ نحط شوية صلصة طماطم اللي احنا عاملينها اهي. بصوا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، دي صلصة طماطم اللي انا عاملاها معاكم في فيديو من الفيديوهات، تقيلة جدا وجميلة. نحط شوية زيت زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهو، مش كتير. ونبدأ نحط مقدار المية ونقول بسم الله. مش هنحط مية كتير عشان ما تعجنش مننا زي ما انتم شايفين كده. كده حطينا البصل والطماطم وشرايح الكوسه زي ما اتفقنا. وهنا معانا البهارات بتاعتنا ايه، معانا ملح، معانا فلفل، كمون، كزبره ناشفه، شويه بهارات مشكله. ونبدا نسمي الله ونحط كل بهاراتنا زي ما انتم شايفين كده. ورجعنا لكم يا حبايبي. انا بس غيرت مقاس الصينيه لان حسيت ان الصينيه اللي انا حطيت فيها بما انهم كيسين اتنين، فانا حسيت ان المكان بتاع الصينيه هيبقى صغير قوي، مش هعرف ان انا اقلب براحتي في المكرونه. تمام، فحبيت ان انا احطها في قالب كبير او حاجه بحيث ان هي ايه، اخد براحي واعرف اقلبها كويس. وزي ما انتم شايفين يا حبايبي انا لقيتها احتاجت ميه فزودت لها شويه ميه. كل ما تحتاج زودي لها، بس ما تحطيش كميه الميه كتيره في الاول عشان ما تعجنش منك وتلزق في بعضها. لا، احنا هنحط كميه قليله من الميه، وكل ما تحتاج هنزود لها زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. وعلى فكره انا ضفت لها، يعني كانت عندي حته لحمه مفرومه في الفريزر، فرحت مطلعاها وضيفاها عليها. تمام، بحيث يبقى قيمتها الغذائيه اعلى يعني. تمام يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهو. اول ما تستوي ان شاء الله هرجع لكم تاني واوريها لكم. بصوا حبايبي رجعت لكم تاني اهو. بصوا هي كده بسم الله ما شاء الله تعتبر استوت. بصوا المكرونه، بصوا يا حبايبي شكلها وريحتها وطعمها مفيش بعد كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. بس هرفع الستاند عشان ايه يبان الشكل كده. بصوا المكرونه، بصوا حبايبي المكرونه جميله ومفرفره ازاي. بصوا ولا معجنه ولا واحده لازقه في بعضها ولا اي حاجه اهو. اهو زي ما انتم شايفين، اسهل مكرونه ممكن تعملوها، ولا هنسلقها ولا حاجه. هي كده شربت من الصوص بتاعها اللي احنا حطيناه. تمام، هغرفها حالا في الطبق بتاع التقديم وهوريكم وانا بغرفها ونرجع لكم تاني يا حبايبي. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي عشان نقدم المكرونه. نقول بسم الله. بصوا حبايبي المكرونه، بصوا حلاوتها. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهو. جميله، ريحتها تحفه يا جماعه، ريحتها جميله جميله، ريحتها فعلا تجوع اهو. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده بسم الله اهو. بصوا حبايبي ادي المكرونه اهيت. ممكن نزوقها هنا، نحط لها مثلا طماطمايه كده في النص وقرن شطه مثلا كده في الجنب. ادي اول طبق. بصوا حلاوتها، يا سلام بقى على ريحتها وطعمها. الطبق التاني هنعمل فيه ايه اهو. بصوا ولا معجنه ولا اي حاجه، بسم الله ما شاء الله، مفيش واحده ماسكه في التانيه. طريقه جديده شويه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. تمام اهو. ونبدا هنا هنا عندنا جبنه موتزاريلا، ممكن وهي سخنه نرش ده على حسب الطلب وعلى حسب برضو انت حابه ايه اهو. على الوش كده هي سخنه على فكره، ساعه الاكل هتبص تلاقي ده كله ساح. تمام يا حبايبي اهو. ونحط جنبها قرن شطه بالشكل ده، بالشكل ده يا حبايبي. وادي كمان الطماطمايه في النص اهو. ادي يا حبايبي المكرونه الاسباجيتي، مفيش احسن من كده ولا اسهل من كده.
جميله جدا ومشهيه وطعمها جميل وريحتها حلوه قوي قوي قوي، وسهله جدا وبسيطه. مجرد ان احنا بنحط المكرونه في حاجه واسعه بس شويه من غير لا سلق ولا اي حاجه. ممكن نحط عليها مكعبات فراخ براحتنا خالص، نحط عليها لحمه مفرومه زي ما انا حطيت كده برضو مفيش مشكله، خضار بس ماشي مفيش مشكله. ممكن نبشر جزر، نبشر كوسه، نبشر بطاطس مع البصل ومع الطماطم، تمام، باي طريقه تعجبك. بصي يا حبيبتي، بصوا مكرونه، ويا رب ان شاء الله وصفاتنا تعجبكم وتنال اعجابكم. وما تنسوناش في اللايك وتشتركوا في القناه عشان نكبر بيكم، وان شاء الله نشوفكم الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.